40 يوم، شهرين، من أول محرم لآخر صفر، إلى زيارة ال40 وما بعد زيارة ال40. بتعطل الدولة، بتعطل المرافق، وبتعطل الدنيا كلها على مود مين؟ أبو عبد الله عليه السلام. زين أبو عبد الله بيرضى هالشكل؟ يرضى بالظلم؟ يرضى بالسرقة؟ يرضى ببلد الخيرات، ناس مش ملاقي تاكل، مدارس طين؟ بيرضى بانه ما في معامل، ما في مصانع، ما في واذا بده يفتح له شيء مصنع بسكروه بخربوه لصالح الاستيراد، لانه الاستيراد مثل عندنا نفس الشيء. كيف عندنا اذا بدنا نعمل استراد بكلف مثلا 100 مليون دولار بحطوه بمليار ب 3 مليار دولار ليسرقوا المليارين و900. ونفس الشيء عندهم الاستيراد، بروح بحط والله مثلا بدها سيارات الحكومه هالقد جسكارات، بحط مثلا 100 جسكار. قديش جسكار حقه برا اذا بده يستوردوا؟ والله مثلا 20,000 دولار، بحطوا مليونين 3 مليون دولار بيشفط نفس الكلام. عم بحكيك بس بالسيارات. روح اذا بدني يعلقوا لك، جابوا صوره للبابا، صوره وكرسي للبابا وقت زيارته على العراق، شوف قديش سرقوا من ورا الكرسي ومن ورا الصوره اللي حطوا له اياه ورا. خشب يعني المسمار اذا بدهم يدقوا بيسرقوا منه. نفس الكلام في لبنان. بدك يعني يحكي على سوريا مثلا، بدك يعني يحكي على الاردن، بدك يعني يحكي على السعوديه، بدك يعني يحكي على مين؟ على الكويت، بدك يعني يحكي على ايران، على مين بدك يعني يحكي؟ هاي فيها انظمه عم تهيئ قد ما فيها لشعوب هالراحه. انت شو عندك؟ شو عم تهيئ لي؟ الكلمه الاخيره، كل من يدعي انه حسيني ويدافع بكلمه واحده عن اي نائب او وزير او زعيم في لبنان او العراق هو كاذب فاسد شريك معه ايا من كان يكن، وسيحاسبه الله، وسيكون الحسين عدوا يوم القيامه في انه يستعمل اسمه وشعاراته وثورته لاجل ان يضحك على المستضعفين ويستغل قلوب المحبين ويستميل المستضعفين من الناس الى جنبه ولاجل مشاريعه. سيحاسبه الله، عدوه الحسين.